لو جيتي هنا فانت لسه بتدوري على السعادة، وهقولك على ال3 أسرار الباقيين. السر الرابع: الوقت أهم من الفلوس. هو في حاجة دلوقتي بقت أهم من الفلوس؟ طب تعالي معايا ونحسبها. طول ما الإنسان كل همه إنه يدور على الفلوس فباي باي سعادة. يعني إيه فايدة الفلوس وأنا طول اليوم عايشة حياتي بدور عليها وسايبة أهلي وسايبة ولادي وسايبة أصحابي وما بتبسطش معاهم أصلا؟ حلو إننا نشتغل ونحسن من معيشتنا ونحوش كمان، بس كمان ما نجيش على حياتنا وننسى نفضفض مع صحابنا وننسى نتبسط مع أهلنا ونلحق نعيش معاهم. إحنا لو انشغلنا قوي 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 بتجميع الفلوس هننسى نعيش أصلا. السر الخامس: الاختيارات الكتير يعني ضغوط كتير. الكاتب بيقول ان احنا تقريبا بنعمل 285 اختيار في المتوسط في اليوم، ما بين بقى اختيارات عادية واختيارات كبيرة، زي مثلا هلبس ده ولا هلبس ده، هروح اخرج مع ده ولا هخرج مع ده، هشتغل في ده ولا هشتغل في ده. طول اليوم اختيارات، وكل اختيار من دول بيمثل ضغط عليا بطريقة ما، وبالتالي بيخليني مش مبسوطة. لدرجة ان الكاتب بيقول ان هو عشان يقلل الاختيارات البسيطة اللي في حياته جاب قميص واحد كل الالوان، وبقى كل يوم ياخد قميص منهم وينزل على طول، مش هيقعد يختار. فانت كمان قللي اختيارات. السر السادس والاخير: اعتمدي على دماغك انت مش على دماغ ناس تانية. يعني لو جالك انك تختاري بين وظيفتين ما تشتتيش نفسك بقى وتسالي الناس كلها اختار مين فيهم وكل واحد ياخد لك قرار. ايوه استشيري الناس، حلو انك تاخدي بنصايحهم، بس في الاخر ده قرارك انت. مفيش حد فاهمك قدك ولا حد فاهم انت عايزه ايه غيرك، فارجوكي اختاري انت بقرارك بدماغك بناء على اللي بتحبيه والاولويات بتاعتك، لان دي عيشتك انت، محدش هيعيشها غيرك. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتس محققين كام سر من أسرار السعادة. أنا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.